كشف معتز سليم رئيس نادي منتخب السويس تفاصيل عملية الدمج بين نادي منتخب السويس ونادي بتروجيت، تمهيدا لتأسيس شركة خدمات رياضية تتولى إدارة وتشغيل واستثمار قطاع الكرة بالنادي. وقال معتز سليم رئيس منتخب السويس في تصريحاته: وقعنا على تأسيس شركة منتخب السويس وبتروجيت، والدمج يتعلق بقطاع كرة القدم فقط وليس اجتماعيا. وأضاف: جمدنا رخصتنا في الدرجة الثالثة وسنعود إلى الممتاز، سنلعب على استاد السويس. ومجلس إدارة الشركة من 5 أشخاص، 3 من نادي إنبي و2 من منتخب السويس. وتابع: أطمن اللاعبين في الفريق الأول وقطاع الناشئين سيتم اختيار العناصر التي تستحق، والخطوة تنهي معاناة سنوات طويلة وتحافظ على الأندية الشعبية. وقال سليم عقب اجتماعات لمدة 2 شهرين نتج عنها تكوين شركة منتخب السويس بتروجيت بنسبة 51% لبتروجيت و49% لمنتخب السويس. وسيتم تكوين أعضاء الشركة من 3 أعضاء من نادي بتروجيت وعضوين من نادي منتخب السويس، وكل الأرباح سيتم توزيعها بالنسب المتفق عليها. وسيخوض الفريق مبارياته على استاد السويس الجديد وملاعب تدريب منتخب السويس. والسؤال المطروح الآن: هل تنجح تجربة الدمج الذي حدثت بين منتخب السويس ونادي بتروجيت مع النادي الإسماعيلي العريق؟ هل يقبل جمهور الإسماعيلي بفكرة الدمج بنفس الشروط التي أفاد بها الرئيس المؤقت لنادي منتخب السويس؟